السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ فيلمنا مونستر آيلاند بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعايزك تتخيل معايا ولد صغير بيكتشف إنه مش إنسان طبيعي لكنه وحش، والخبر بينتشر في الأخبار وكل الناس بتعرف، وطبعا حياته بتتقلب خالص. لكن هو هيكون رد فعله إيه؟ وإزاي حياته هتتحول وهتتغير؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو. بس طبعا قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو بنعمله، ولو أنت من أصدقاء القناة يبقى برضه تدعمنا باللايك والشير. كان لوكاس ولد صغير عنده 13 سنة عايش مع والده اللي بيهتم بيه في كل تفاصيله، وطلب منه لوكاس انه يسمح له يروح لحفلة ميلاني لأن كل أصحابه رايحين، لكن والده رفض وقال له لما يكبر يبقى يروح حفلات براحته، وأخده علشان يوصله للمدرسة. ولوكاس ما بطلش زن ولا محايلة على والده طول الطريق علشان يسيبه يروح الحفلة، وقال له إنها هتبقى حفلة القرن. بس والده صمم على رأيه وقال له إنه لازم يحترم قراره لأنه تعبان وخايف عليه. ولما وصلوا للمدرسة وصى انه يستخدم جهاز البخاخ اللي معاه في الميعاد علشان ما يتعبش. ولما دخل لقى كاميرون وده ولد ضخم ماسك صاحبه بيتر وعايز يضربه، فندى عليه وقال له ان الاحسن ليه يتخانق مع حد في حجمه. فمسكوا كاميرون هو كمان وبقى عايز يضربهم هما الاثنين، لحد ما جت اجمل بنت في المدرسه كلها ميلاني وكانت صديقه كاميرون، فخلته يسيبهم واخدته ومشيت. وقال لهم كاميرون انه سابهم بس في المقابل لازم يخلوه يجيب درجه ممتازه في الامتحان. وقتها فرح جدا بيتر وسال لوكاس لو كان هيحضر حفله ميلاني، فقال له لوكاس ان عنده حاجات تانية اهم بكتير، وقعد يفكر ازاي ممكن يخلوا كاميرون يجيب درجه امتياز في الامتحان، لحد ما جات له فكره انه يديله ضفدع ميت ويصعقه بالكهرباء فيخليه يتحرك. واستخبى لوكاس وكان موصل الضفدع باسلاك، وفعلا صعق الضفدع وخلاه يتحرك، بس الكهرباء زادت والضفدع انفجر فيهم وكهرباء المدرسه كلها باظت. وعرفوا ان لوكاس هو سبب وبقى في ورطه هو وبيتر وكاميرون، واتصلوا باهاليهم. ولما والد لوكاس جه خده من المدرسه عاقبه في البيت، فاتمنى ان والدته كانت تبقى عايشه علشان تعلمه كل اللي هو عايزه. ولما لقى ميلاني عماله تبعت له رسائل بتاكد عليه ميعاد الحفله، فاتصل بوالده وفي المختبر بتاعه وعرض عليه انه يعمل له اي حاجه مقابل انه يسيبه يروح الحفله، لكن برضه والده رفض فخلاه ينام وخرج للحفله. والحفله كانت تنكريه والكل لابس حاجات مخيفه، واخدته ميلاني ورقصت معاه. وفي نفس الوقت ده قلق والده من النوم على صوت المنبه بميعاد البخاخ، ولما ما لقاش لوكاس في البيت عرف انه سابه وراح الحفله، فركب عربيته وراح له. اما لوكاس فطلبت منه ميلاني انه يغمض عينيه لانها محضره له مفاجاه، وخلت سله مليانه ضفادع ميته تقع عليه، وده علشان تاخد حق كاميرون. والكل كان واقف بيصور وبيضحك، وفجاه اتحول لوكاس لوحش عملاق فخاف الكل وهرب من قدامه، وهو ما كانش فاهم في ايه لحد ما خرج وراهم وشاف شكله في المرايه، ولقى والده وصل وما اتفاجئش خالص من شكله، واخده وبهت بيه عن الكل واداله العلاج بتاعه. وكان لوكاس مش فاهم ايه اللي حصل له، فاخد والده لاول مره على المختبر بتاعه وقال له ان العيله كلها وحوش والدواء اللي بياخده علشان يفضلوا في شكل بشري. وبدا لوكاس يلوم والده انه خبى عليه الحقيقه، وقال له انه خلاه يتحرج قدام المدرسه كلها في الحفله. وحاول والده انه يبرر له موقفه، وقال له انه لو كان قال له الحقيقه قبل كده ما كانش هيصدقه. وساله عن والدته هل كانت عايشه معاهم من غير ما تعرف الحقيقه دي، فقال له والده ان اللي في الصوره دي مش والدته، لان والدته كانت وحش واختفت من مده كبيره على الجزيره، وانه اضطر يكذب عليه ويخبي عليه كل ده لانه لسه صغير ومحبش يضايقه. ولما لقى متضايق فتح الخزنه بتاعته وخرج منها صندوق كان جواه خريطه، وقال له ان دي خريطه جزيره كالفيرا، وان جدته كارلوتا وباقي اهله عايشين هناك، وانه هياخده لهناك لما يبقى مستعد، وطلب منه يروح ينام. ولما قلق من النوم لقى كارلوس اخد خريطه الجزيره ومشي، فاتصل بيه علشان يعرف مكانه، لكن كارلوس رمى التليفون خالص وفضل راكب عربيه بطيخ لحد ما وصلته للبحر، واخد قارب ومشي بيه في البحر لحد ما طلع عليه النهار، وما كانش فاهم اي حاجه من الخريطه ولا عارف يمشي ازاي. وجه الهوا كمان طيره وجرى في القارب لمكان كان شكله مخيف قوي، والصخور كانت في كل مكان، والقارب كل شويه يتخبط لحد ما اتصدم بقوه في صخره كبيره، فوقع لوكاس في البحر وكل الادوات اللي معاه كمان وقعت وفقد وعيه. ولما فاق لقى نفسه على جزيره على ظهر سلحفاه عملاقه وتحول لوحش، وجنبه شنطته فطلع منها البخاخ بتاعه ورشه في بقه وتحول تاني لبشري، وفضل ماشي في الجزيره وهو خايف لحد ما اتصدم في وحش صغير فخاف منه الوحش وجري وقع في فخ وحوش اقوى واكبر منه وكانوا عايزين يقتلوه. وخرج راجل مع الوحوش كان زعيمهم وطلب منهم ما يلعبوش باكلهم. اما لوكاس ففضل ماشي لحد ما وقع من على تله، ولما طلع النهار كان والده وصل لمكان فيه وحشين توأم، كانت والدته قايله له انهم ممكن يساعدوه لو وقع في اي مشكله، وفضل يلح عليهم يفتحوا له الباب لحد ما فتحوه، وقال لهم ان محتاجهم يدوروا له على ابنه وعنده استعداد يدفع اي مبلغ يطلبوه. فقالوا له ان كالفيرا جزيره متحركه ومفيش اتجاهات معينه ليها، لكن اي وحش ممكن يحس بالطريق ويقدر يوصل لها، ففرحوا انه هيقدر يوصل لابنه. وفي الوقت ده كان لوكاس فاق وكمل طريقه لحد ما وصل لمدينه كالفيرا، ولقى هناك مدينه متكامله من كل حاجه، فسأل عن مكان جدته كارلوتا وعرف انه قريب جدا منها فراح لها، وكان لسه يعرفها بنفسه دخلت بنت اسمها فيرونيكا خبطت فيه واتخانقت معاه، فطلب لوكاس من جدته انه يكلمها على انفراد، واول ما بقوا لوحدهم قال لها انه حفيدها لوكاس ففرحت بيه جدا. والشرطه اللي في المكان من اول ما شافوه ماشي في الشارع وهما شاكين فيه ان السبب في اختفاء وحش منهم لانهم ما شافوهوش في المدينه قبل كده، وفضلوا يراقبوه وهو واقف مع جدته. وكان والده كل الوقت ده بيحاول يركز علشان يعرف مكان الجزيره لكنه ما كانش عارف خالص. اما لوكاس فدخلته جدته الاوضه علشان يرتاح فيها،
وتاني يوم لقى جدته محضره له الفطار. واول ما وصلت فيرونيكا قالت لها ان كارلوس يبقى حفيدها، وطلبت منهم يخلوا بالهم من المحل لانها رايحه اجتماع، وطلبت منهم ياكلوا فطارهم بسرعه لان المحل هيفتح بعد 10 دقايق، وسابتهم مع بعض ومشيت. وكان كارلوس معاه صوره والدته فخطفتها منه فيرونيكا علشان تغلس عليه، وبعدها اديتها له. ولما لقيته زعلان قالت له ان هي كمان والدتها ماتت وهي صغيره. ولما سالها لو تعرف ازاي والدته ماتت، فقالت له ان عمه كان عالم ومره واحده اتجنن وسمعوا صوت انفجار وماتت فيه. ولما حست انه زعل جدا هونت عليه واخدته وخرجت علشان يتمشوا شويه. وكل ده كان والد لوكاس بيحاول يحس بمكان الجزيره، والوحشين التوأم قالوا له ان عندهم الحل وربطوه بجنزير وقعدوا في جهاز علشان البرق يصعقوا علشان يحس بمكان الجزيره. ولما ده حصل برضه ما حسش بحاجه، وكان الظباط لسه بيراقبوا لوكاس اللي اول مره يحس ان ليه صديقه ويبقى مبسوط معاها. واول ما لاحظت فيرونيكا ان الظباط بتراقبهم اخذت لوكاس ودخلوا استخبوا في قاعه الاجتماع. ولما الظباط دخلوا وراهم وشافهم الوحوش طلبوا منهم اجابه على كل اسئلتهم. ودخل واحد بلغهم انه مساعد العمده اختفى، فجري الكل وخاف وقالوا انهم في خطر كبير. وكانت فيرونيكا ولوكاس قاعدين على سطح المبنى وبيتفرجوا على البحر. ولاحظ لوكاس ان في قلعه قريبه منهم، فقالت له فيرونيكا ان القلعه دي المكان اللي حصل فيه الانفجار اللي ماتت فيه والدته، فرفض انه يمشي من غير ما يبص على المكان. وكانت جدته وصلت للبيت وحست ان في حركه غريبه ففكرته هو وفضلت تنادي عليه، لكن ظهر لها زعيم الوحوش البشري فجاه. والمفاجاه ان طلع موركت ابنها يعني عم لوكاس اللي اتجنن، وطلع مسدس صاعق صعق بيه والدته. ولما فيرونيكا وصلت لوكاس كانت عايزه تدخل معاه علشان جدته ما تزعقلهوش لوحده على التاخير، لكنه اقنعها تمشي. واول ما بعدت ما دخلش لانه كان عايز يروح يستكشف القلعه، ولانها كانت فاهماه فرجعت له تاني وقالت له انها تساعده، واخدته بالموتوسيكل بتاعها وراحوا على القلعه. وكانت ضلمه ومخيفه قوي من جوه. وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا الاوضه لقوا فيها موركت وهو مكتف الجده، وسمعوه وهو بيقول لها انه هينتقم منها لانها تخلت عنه، وكمان خلت تجربته على دينا والده لوكاس تفشل. واول ما لوكاس سمع اسم والدته ما قدرش يسكت وساله عمل فيها ايه، فقال له عمه ان ده يوم ساعده لانه جاله لحد عنده، وحكى له عن اخر مره شافه فيها وقت ما كان لسه مولود ووالدته شايلاه، وقالت انها تسميه لوكاس على اسم والدها. وكان الكل فرحان بيه ما عدا عمه موركت اللي قال ان لوكاس بكره يكبر ويبقى وحش قوي، ولما يلاقي عمه بقى انسان هياكله. وسابهم وراح على المختبر بتاعه. فراحت ورا دينا وقالت له انه مش لازم يعذب نفسه بتجارب كتير علشان يتحول لوحش لانهم بيحبوه في كل الاحوال. بس المواد اللي كان خلطها مع بعض بدات تتفاعل، ولاحظت دينا انها تنفجر فبعدته وماتت هي. ولما والد لوكاس سمع الانفجار جرى على المعمل وعرف ان دينا ماتت، حمل موركت المسؤوليه وطلب منه يسيب الجزيره ويمشي والا هيموته. فبص موركت لوالدته وطلب منها تساعده، لكنها كانت شايله لوكاس وما قدرتش تفتح بقها ولا تدافع عنه. وقال موركت للوكاس ان اللي حصل ده كان مجرد حادثه، لكن اللي هيحصل دلوقتي هو قصده، وطلب من الوحوش انها تمسكهم. ولما جم يهربوا مسك فيرونيكا فطلع لوكاس البخاخ بتاعه ورشه في عينيه، وفيرونيكا ضربته. كانوا لسه هيهربوا من الشباك رمى الوحش شبكته على فيرونيكا، فطلبت من لوكاس انه يهرب، وفعلا هرب. وهو بيقول لنفسه ان والده كان عنده حق لانه لسه مش مستعد، وكان والده تحول لوحش حقيقي عنده جناحات، وحس اخيرا بمكان الجزيره فطار علشان يروح لها. ولما اهل المدينه عرفوا ان الجده وفيرونيكا اختفوا واخر واحد كان معاهم هو لوكاس اتهموه انه هو اللي خطفهم. واول ما ظهر لوكاس وطلب مساعدتهم اتهموه انه كذاب وبيحاول يخدعهم واخدوه على الحبس. وكان والده اخيرا وصل ودخل يسال عليه في قسم الشرطه، واول ما شافوا لوكاس نادى عليه وفضل يلومه انه خبى عليه حقيقته واهله. ووالده قال له انه كان بيحاول يحميه ومفيش حاجه تخليه يتحدى اوامره ويهرب منه، وطلب منه ما يتكلمش ولا كلمه لانه متعاقب. وسالوا الضباط عن سبب حبسهم لابنه والبخاخ بتاعه، وفضل يرن علشان ميعاده، بس لوكاس ما اخدهوش وتحول لوحش وكسر سقف السجن وطار على القلعه وطار وراه والده. واول ما لوكاس دخل لقاهم بيعذبوا فيرونيكا وحاولوا انه يضربهم بس ما قدرش عليه وكانوا هيموتوه، لكن والده دخل وضربهم وقال له لوكاس انه عنيد. وهما بيتكلموا لقيوا الوحش حوطهم من كل اتجاه، وكان والد لوكاس قوي جدا بيضربهم واحد ورا التاني لحد ما واحد منهم رمى عليه شبكه كتفوا بيها. فمسكوا لوكاس ضربه وطلب منه والده انه يروح ينقذ جدته، واول ما وصل لها طلب منه ينقذ فيرونيكا، فهدد عمه اما يسيب فيرونيكا او يكسر تركيبته ورماها له بعيد. فسابها عمه وجري انقذ تركيبته وشربها، وكانت عباره عن مستخلص من قوه الوحوش المختلفه اللي كان بيخطفها. وكان والد لوكاس دخلهم وانقذ والدته، ولقيوا موركت تحول لوحش عملاق وقال انه هيموتهم كلهم، وبدا باخوه اخده بره الجزيره وفضل يضربه ويعذبه. ولما لوكاس شاف والده في خطر طلب من جدته تخلي بالها من نفسها ومن فيرونيكا، وطار لعمه لكنه كان ضعيف وضربه عمه بسهوله ورماه في الارض. فبص لوكاس على البخاخ بتاعه وجات له فكره ممكن يخلص بيها على عمه، فاخد وطار بيها لعمه ورشها في بق عمه فتحول في ثواني البشري ووقع. ولما جه لوكاس ينقذه وقع هو كمان وبقى عنده جروح بسيطه، فحضنوا والده وجدته والكل سقف له وقالوا عليه بطل، وقبض الضباط على موركت. اما لوكاس فعاش على الجزيره مع والده وجدته وصديقته فيرونيكا في سعاده وحب. ودي كانت نهايه فيلمنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش الدعم باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد.